نظمت الجمعية المحمدية للتضامن والتنمية البشرية وبدعم من شركة سومراب لمديرها العام رجل الأعمال والفاعل الجمعوي السيد حسن زريت حفلا كبيرا بفندق أفانتي بالمحمدية تم فيه تكريم عدد من النساء والأمهات. وفي هذا السياق قالت الفاعلة الجمعوية خديجة لطفي رئيسة الجمعية المحمدية للتضامن في تصريح لمحمدية بريس أن هدفنا من هذا الحفل التكريمي هو الخروج عن المألوف في التكريم والالتفات لفئات هامة من النساء اللواتي هن أيضا فاعلات ويعملن في صمت. ويطيب لنا اليوم في الجمعية أن نلتقي ونحتفي بالمرأة بالمحمدية بمختلف مستوياتها الثقافية والاجتماعية والمهنية وما تحقق لها من عزة ورفعة في مسيرة النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولعل تكريمنا اليوم تضيف خديجة لطفي من هؤلاء النسوة من قبيل المثال لا الحصر للواتي تميز عطاؤهن وإسهامهن في مسيرة العطاء في مختلف مجالات العمل والإبداع والإنجاز. ندير واحد التفاته لواحد الفئه من النساء اللي كتخدم في صمت، منهم خادمات البيوت، منهم خادمات ديال الحقول، منهم خادمات الحمامات او الفضاءات مثلا المقاهي او الى غير ذلك. اذا هنا حنا اليوم كنكرموا نساء اللي عطاو بزاف وحتى حد ما تلفت لهم وما عمرش حد تلفت لهم. حنا جات مناسبه اننا اليوم كنكرموهم ولدلالة الحدث بأنه يوم عيد الأم، فنحن نكرم فيهم الأم والإنسانة والمرأة المغربية عامة. هذا الحفل حضرته عدة فعاليات فنية واجتماعية وسياسية وإعلامية، وكان أبرز حضوره نساء المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين، حيث تم تكريم عدد منهن من طرف الجمعية ووسط دفء وعطاء رجل الخير والإحسان حسن زريت، الذي قال في تصريح خاص به محمدية بريس أنه لا يجب أن نتذكر المرأة فقط في المناسبات، بل يجب أن نذكرها دائما، فالمرأة موجودة مع الرجل في كل مكان، حيث كرمها الإسلام قبل كل الأديان وأعطاها كل حقوقها وحفظ لها كرامتها، ويجب تكريمها كإنسانة، فهي تقدم للمجتمع الكثير من الخدمات، وبشكل عام لديها القدرة على التحمل أكثر من الرجل، فهي تقف أمام المشاكل أكثر منه لأنها عندها قدرة على التحمل. الحفل كيتم بالتعاون مع مؤسسه سومراب اللي كيترأسها السي حسن زريد الفاعل الجمعوي، اضافه الى جمعيه المجتمع المدني بالمحمديه اللي كتشارك معنا هذا الحفل، اضافه الى الفنانين. كنتمناو ان شاء الله هذه الامهات اللي هنا امهات ديالنا نعوضوا على ذاك الحس العائلي، وكنتمناو هذا اليوم هو فرحه للجميع، خاصه لامهات المغرب عامه، وخاصه لهذه الفئه او هي فئه الامهات ديال دار المسنين بالمحمديه. مضيفا زريت أن سعادته تكمن خاصة وسط النساء اللواتي تقدم بهن السن ولم يجدوا الرعاية المطلوبة ويعيشن الحرمان الذي افتقدناه من الجو الأسري. لا توصف سعادتي، يؤكد زريت، أثناء شعوري بسعادتهم عند زياراتي المتكررة لهن بدار المسنين بالمحمدية. لا تعليق أكثر. وكنشكر هاد الناس اللي مهتمين، وكنشكر هاد الجمعيات كلهم، وكنشكر السي حسن زريت، وكنشكر الناس اللي مشرفين على هذا البرنامج، والله يكثر خير الجميع، والله يخلي عباد الله زعما كتفيق بهذا فقط الناس مزيان، والمرأة زعما ولات الفوق ولات مشرفة، وكنشكروا الجميع. الحكيم قرمان مستشار وزير الثقافة. كلمة يمكن نقولوا بهذه المناسبة هو أن نقول لكل السيدات المغربيات أولا وكل نساء العالم هنيئا لكن العيد الذي أنتن عيده. ارفع من خلال هذا اللقاء تحية إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله،
ونرفع كذلك التهنئة إلى الأميرة الجليلة لاله سلمى، ونقول للجميع سنة سعيدة ومزيدا من النجاح والتقدم لبلدنا السعيد. برنامج الحفل كان غنيا بعدة فقرات نالت إعجاب المدعوين، حيث تنوعت بين الفقرات الموسيقية واللوحات الاستعراضية من خلال أزياء مغربية تقليدية وسط طبول الأهازيج الشعبية المغربية وطقوس العمارية. وكذا بتكريمات النساء الفاعلات والحرفيات والمسنات أيضا. فيما أيضا وضمن فعاليات الحفل تم تكريم الفاعل الجمعوي والاجتماعي حسن زريت من قبل مكتب الجمعية المنظمة، حيث تم إهداؤه درع الجمعية وشهادة العرفان بإنجازاته الكبيرة في العمل الخيري والاجتماعي والرياضي بالمحمدية، حيث سلمه الدرع الدكتور كمال مستشار وزير الثقافة المغربي. الله يجازيك بخير، الله يطول في عمره، الله يجود عليه من فضله وإحسانه. نعم، شكون هضروا شكون؟ صليوا على النبي. هذا ماشي حق السي حسن، ماشي حق وسامي وقياده. اذا تبارك الله عليكم كاملين. شكرا دكتور قرنان وسي حسن زريت، شكرا للجميع. النهار كبير عندنا، كنشجع المرأة المغربية لأنها غادية في التطور، وكنهنيها بهذا النهار، والله يكمل على العيالات ديال المغرب كاملين.